السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بصراحة انا ما كنتش هعمل الفيديو ده، بس ليه بقى؟ لان انا يعني كان عندي كمية سمك قليلة جدا، فانا قلت برضو اطلع، يعني بعد ما عملته افتكرت وقلت ايه، لا برضو اوريه لكم. فاحنا هنقول السمك المكاريل هنعمله ازاي. انا هقول يعني انا عملته، بس بعد كده قلت لازم هوريه لكم برضو، فمعلش لازم تشاركوني برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. السمك المكاريل هنا يا بنات مغسول ومتنضف وزي الفل تمام، وهنقطع عليه شرايح طماطم، شرايح بصل وطماطم مبشوره وتوم وكزبره وملح وليمون وكمون تمام، ومعلقتين زيت ومعلقتين خل. بتحطيهم في الصينيه من تحت، نص الخليط ده من تحت والنص التاني ايه من فوق السمك. طبعا السمكه بتفتحيها بالشكل ده كده، وانا حاطه التوابل عليها تمام اهو. بنفتح السمكه كده، بنقسم السمكه نصين، وبعد كده بنقسم السمكه وبنحط عليها الخليط ده تمام. انا عندي سمك يعني قليل بصراحه، بس ما كنتش ناويه اعمل الفيديو، بس قلت لازم ايه اوريه لكم. وشرايح ليمون بتعصري ليمونه على السمك، وبعد كده الشرايح دي بتقطعيها فوق السمك بالشكل ده. يبقى طماطم مبشوره وفلفل ومعلقه خضره اللي هي بقدونس وكزبره وشبت، معلقه واحده، وطماطم مبشوره، والبصل حلقات او تقطعي زي ما انت عايزه. انا مقطعه بالشكل ده كده في الكبه شرايح رفيعه عشان يبقى شكله حلو ومقرمش في السمك تمام. وملح وكمون وفلفل رومي وفلفل حامي اذا حبيتي، وطبعا التوابل بتاعتنا زي ما انت بتحبي. احنا حطينا توم مفروم وملح وكمون وكزبره وفلفل اسود، ورشه بهارات سمك وخلاص، ومعلقتين زيت ومعلقتين خل بالظبط، وليمونه كده بنقطعها، ليمونه بنعصرها فوق السمك، والليمونه التانية بنقطعها شرايح بتدي طعم وريحه في منتهى الجمال للسمك. بس الكلام ده بنعمله كده في صينيه تمام، وبندخله الفرن على درجه حراره عاليه. بعد ما ادخله الفرن هوريكم شكله ايه. وهي يا حبايبي السمك بعد ما بسم الله الرحمن الرحيم سخن قوي، بعد ما السمك حطيناه في الفرن تمام. هو كده احنا يعني فاتحين السمكية يا جماعة، احنا بنحبه يعني مقرمش شوية، وعليها الخلطة طبعا شكله بسم الله ما شاء الله يفتح النفس. احنا طبعا هما كانوا سمكتين، فانا كنت عملتهم وبعد كده افتكرت قلت لا اصور الفيديو بعد ما عملتهم، فمعلش بقى سامحوني. ان شاء الله هنعمل حلقة كاملة للسمك المكاريل وان شاء الله هيعجبكم. هنا كده شكله يعني ما تقوليش بصراحه سمك ابدا، شكله يفتح النفس وجميل جدا، والريحه بسم الله ما شاء الله. انت مجرد السمك ما بياخدش وقت، المكاريل ده بالذات يا بنات ما بياخدش وقت، مجرد انك انت بتحطيه في الفرن بياخد لون من فوق ومن تحت وبيتشرب من التتبيله بتاعته، يبقى كده استوى وخلاص وبقى زي الفل. واديكم شايفين منظره في منتهى الجمال. وان شاء الله يا رب يعجبكم، وهعمل لكم فيديو تاني خاص بالسمك لوحده كده. فمعلش بقى سامحوني يا جماعه النهارده، وان شاء الله السمك يعجبكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.